السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء سرور. ايه رأيكم في البسبوسة بتاعتنا دي؟ بصوا شكلها تحفة تحفة تحفة. بصوا قد ايه ناعمة وطرية، قد ايه كده. بصوا المقادير دي بقى من الاخر. المقادير دي باذن الله باذن الله لو عملتيها معايا وبنفس الوصفه اللي انا قلت لك عليها دي، بصي هتبقي محترفه ان شاء الله في البسبوسه. انا طلعت منها اوردرات كتير جدا جدا بفضل الله تعالى. مفيش ولا مره اعملها وتخيب مني بفضل الله تعالى. فخدي بالك منها وخدي بالك من التكات اللي انا هقولك عليها. هي سهله ما فيهاش حاجه صدقيني. يعني ما فيش بقى التعقيدات وعملت وما عملتش، لا لا لا. كلها بفضل الله تعالى سهله وهتبقى متاحة ليكي وحاجة جميلة قوي. يلا نخش بقى على المقادير. بصوا بقى، انتوا معاكم هنا نص كيلو دقيق بسبوسة، عليهم ربع كيلو سكر، تمام، وتمن كيلو سمنة، وتمن كيلو لبن، ومعلقتين عسل، وده معلقتين كبار جوز الهند. نقول تاني: نص كيلو بسبوسة، ربع كيلو سكر، وتمن كيلو يعني 125 جرام لبن، و125 جرام سمنة. اديني بقولك اهو بالكيلو وبالجرامات، هكتبلك طبعا في صندوق الوصف. احط السمنة على اللبن بس يدفوا شوية، يدفوا شوية بس على النار. مش عايزة بقى يسخن ويبقى كتير، لا انا عايزاه يبقى دافي بس، تمام، يدفوا شوية بس على النار. واحط معلقتين العسل النحل، او ممكن تحطي جلوكوز، او ممكن تحطي شربات اللي هو بتاع الكنافة التقيل، تمام. انا بعملها بعسل النحل. نحط معلقتين بعد ما سخنتهم على النار شوية كده، وهحط معلقتين عسل النحل والسكر، وهبتدي ادوب السكر فيهم لغاية لما يدوب، يعني الى حد ما. يعني انا عايزة السكر يدوب فيها. انا بقول اهو ما تغليش اللبن مع السمنة، لا، خليه دافي دافي، لان انت ممكن السكر يقطع لو نزلتي عليه اللبن سخن ونزلتي عليه السكر، ممكن السكر يقطع اللبن على طول. فاحنا بنقول عليه دافي عشان اللبن ما يقطعش مننا، تمام. يبقى دافي اهو. وبعد كده لما قلبت السكر تماما وبقى كويس خالص، خلاص اهو دقيق البسبوسه حطيت عليه جوز الهند بس، ولا بقى بيكنج باودر ولا اي حاجه. خلاص، مفيش اي مواد رافعه عليها. هي بس الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، خدوا بالكم بقى من الطريقه اللي انا بقول لكم عليها. اما اجي بقى اعجن بقى، خلاص كده حطيت السوائل اهو. لما اجي اعجنها ما زودش بقى في العجن، يا دوبك بس البسبوسه كلها تتغلف بالسوائل اللي انا حطاها دي. ما زودش بقى واقعد اعجن فيها زيادة عن اللزوم علشان ما تحجرش معايا، او بمعنى اصح تعيش. يعني ايه تعيش؟ يبقى تبقى عامله زي العيش، تبقى عامله زي العيش كده. لكن لما انا بصوا خلاص ابتدت ان هي خلاص كل البسبوسه مفيش اي بسبوسه مش معليها اي سوائل، خلاص كده. انا كده بصوا المده دي، بص انا ما جريتش الفيديو ولا اي حاجه. اهو المده دي هي دي اللي انا عملت فيها. شوفوا ما كملتش دقيقه اللي انا عملت فيها، قلبت فيها البسبوسه. مهم قوي لو سمحتوا الجزء ده يتعمل زي ما انا بعمله بالظبط، عشان البسبوسه ما تعيش مننا. طيب انا هعمل البسبوسه دي في صينيه مقاس 26 اللي ممكن توصل ل30، تمام. يبقى من مقاس 26 ل30 كده. انا دهناها سمنه ودهناها طحينه، وبعد كده هفرشها بالسباتيولا كده، او ممكن برضو تفرشيها بايدك عادي. يعني ممكن تبلي ايدك بس بسيط كده لبن، او تبليها بسيط ميه كده وتفرشيها بايدك لغايه لما تساوي السطح تماما. عايزينه يبقى متساوي وحلو كده علشان، وتكون طبعا محميه الفرن، تمام. الفرن بيكون حامي، بنخبزها على درجه حراره 190. بعد ما سويتها تماما بقى خلاص، بصوا مستويه تماما زي، هبتدي اقطع. بصوا التقطيعه دي بتفرق في ايه؟ لان انا بعد ما باجي اسقيها بالشربات، الشربات بتاعي بيكون ايه؟ سخن، وبينزل لايه؟ البسبوسه من تحت وكده، ما يبقاش فيه جزء ما وصلهاش ايه الشربات بتاعها. بصوا بس بسيط كده، تقطيع بسيط. انت لما تيجي تقطعيها تاني هتعيدي تقطيع تاني، يعني التقطيع ده مش النهائي يعني، ولكن ده بيساعد على الشربات ان هو ينزل لتحت البسبوسه. فقطعي خرط بقى كبيره يعني، او ممكن بيعملوا اشكال حلوه قوي يعني على البسبوسه بصراحه. بس انا يعني ماليش في الاشكال والكلام ده، انا بقطعها مكعبات
زي ما انتوا شايفين كده مكعبات كبيرة. ولما اجي انا بقطعها بقى، لما اجي اقدمها ولا حاجة، يمسك المكعب ده اقطعه مثلا 2 مثلث، اقطعه 3 مستطيلات هكذا يعني. بس انا بصراحة ماليش في رسمات البسبوسة والحاجات دي، صعبة بالنسبة لي. طيب هي طلعت جميلة وقمرة. وانا عملت الشربات ده، عملته ايه؟ الشربات بتاعها بياخد كوباية سكر على كوباية مية، تمام؟ يبقى انا هنا عملت كوبايتين سكر على كوبايتين مية. ده الشربات خفيف بتاعها، شربات زي ما انتوا شايفين سخنة، وهي سخنة شايفين الشربات بيبقبق اهو وبيتعمل بيتشتش عليها. دي لازم كده، علشان لما الشربات بارد مش بصوا من كتر السخونية والكده الشربات جه على الكاميرا غطاها خالص. شايفين الكمية بتتشربها ازاي؟ ما تقلقوش، هي هتشربها. دي على فكرة من علامة نجاح البسبوسة ان هي بتشرب الشربات كده. هنسيبها شوية هتلاقي الشربات اللي على الوش ده كله مش موجود. هي هتتشربه وهتاخد كفايتها من الشربات. بصوا هنعرفه ازاي، بصوا هنضغط عليها كده، بصوا حبة شربات طلع، وبصوا هي طرية ازاي ودخلت معايا. بصوا قد ايه حلوة يعني بصراحة. طعمها بقى ما اقولكوش، والله تحفة تحفة تحفة. منتهى يعني ايه، حلوة جدا، ولا كأنك شارياها جاهزة من احسن حلواني. وسهلة، ومعمولة طبعا بالسمنة بتاعتنا البلدي الحلوة، ومعمولة بايدينا، وحاطين فيها عسل نحل، يعني كل حاجة معمولة حلوة قوي قوي. البسبوسة دي اعمليها بالطريقة دي وتصدقيني عمرك ما ايه، ما هتسيبيها، وهتشوفيها ان شاء الله تبقى ناجحة معاكي من اول مرة. حبيتوا تسألوا في اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، وانا بشوفها كلها وبجاوب عليها. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تعملوا لنا لايك، وتشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.